أبطال لامعون جدا من الجنود، وأبطال أيضا لامعون جدا من القادة الكبار، ولا بيسموها ولا تجور أو ولا تأتي فئة على فئة أخرى أو بطولة على بطولة أخرى. هل في أكتوبر 73 فيها السر أم أن هذه الحرب لها خصوصية عن باقي حروب العالم؟ ولك أن تقول ما شئت عن أكتوبر 73. اتفضل. تسمحوا لي اقف ولا ايه؟ طب المهم فيكم نفس لسه ولا تعبتوا؟ محدش تعب، محدش نام. على الاقل اقعد هنا يعني عشان على الاقل اقعد هنا يعني. اللي شفت انت هي هتخش جوه. باسمك اللهم ابدا وعليك اتوكل ومنك استمد العزم والقوه على مواصله السير تجاه الافضل والاحسن، انك سبحانك وتعالى نعم المولى ونعم النصير. اسمحوا لي اعبر عن سعادتي الكبيره بوجودي مع حضراتكم ومع المنصه. حكومتك حصل العكس. تخيل، خرجوا الناس بالملايين قالوا لعبد الناصر خليك وهنفضل وراك، وفي اقل من شهر كنا بنعيد بناء الجيش وبننوع مصادر السلاح وبنخوض حرب الاستنزاف اللي كبدت العدو خسائر فادحه، وبعتنا رساله ومسج لكل العالم نقول لهم ان مصر ممكن تمرض او تضعف لكن مش ممكن تموت. جه انور السادات بعد كده الله يرحمه، كمل الطريق وعمل خطه خداع استراتيجي رهيبه وخد قرار الحرب وانتصرنا وعبرنا في 73. من 67 بقى ل 73 6 سنين كنا رابطين الحزام على بطننا، كنا بنقف طابور في الجمعيه عشان ناخد ازازه زيت او كيس سكر او فرخه مجمده، وكان على قلب الناس زي العسل ومحدش بيشتكي. ليه؟ عشان كلنا كنا ملمومين حوالين هدف واحد، ازاي نثأر لشهدائنا، ازاي نسترد ارضنا، ازاي نستعيد كرامتنا، ازاي نصون عرضنا. كان كلنا ما بنفكرش حد لا في حاجه فئويه ولا شخصيه ولا حاجه لنفسه، كلنا بنفكر في حاجه واحده بس، مصر. طيب الوعي الجمعي اللي جه عند ملايين الناس ده جه منين؟ اقسم بالله من الثقافه ومن الفن ومن الدراما ومن الاغاني، المسلسلات والافلام والمسرحيات والاغاني، الاغاني الوطنيه بالاحضان وصوره وطوف وشوف والوطن يا حبيبي الوطن الاكبر وصوت الجماهير، الاغاني دي كنا حافظينها عن ظهر القلب وبنرددها بيننا وبين نفسنا في المطبخ وفي الحمام من غير مناسبه وطنيه، زيها زي الافلام زي المسلسلات زي الاغاني العاطفيه والرومانسيه بالظبط. النشيد الوطني اخر حاجه نسمعها لما الارسال يخلص في التلفزيون، واول حاجه نسمعها الصبح في طابور المدرسه. كان في حاله من الوطنيه والانتماء. قعدنا من 52 ل 67 15 سنه بنسقي الناس وطنيه وبنعلمهم الانتماء وبنعلم ولادنا يعني ايه ارض ويعني ايه عرض ويعني ايه وطن. عشان كده كان في هذا الوعي الجمعي وهذا التماسك اللي كان موجود في الجبهه الداخليه واللي خلاها تعدي من اصعب واخطر محنه في تاريخ مصر كلها، اكتر بكتير من اللي احنا بنواجهه دلوقتي. ما اشبه اليوم بالبارحه. النهارده فعلا احنا في حاله حرب يا جماعه، حرب حقيقيه اقسم بالله بكل ما تحمل الكلمه من معنى، محتاجه منا ان احنا كلنا نبقى على قلب رجل واحد عشان نقف حائط صد منيع ضد كل ما يحاج ضد هذه البلد من مؤامرات سواء من الداخل او من الخارج. عايزين نقف حائط صد منيع ضد كل محاولات التقسيم، مسلم ومسيحي، اهلاوي وزملكاوي، رجل وامراه، صعيدي وبحراوي، مفيش الكلام ده. لازم كلنا فعلا نبقى على قلب رجل واحد. الناس بقى اللي بتتكلم على جيشنا وعلى قواتنا المسلحه، هم مين؟ مين قواتنا المسلحه؟ مين الجيش؟ ده مفيش ده الجيش ده مفيش بيت في مصر ما فيهوش حد من الجيش. ده جيش مكون من الكفور والقرى والنجوع والمحافظات والمراكز والمدن في كل انحاء مصر، مسلم ومسيحي، غني وفقير، صعيدي وبحراوي وقاهري. يعني هو نموذج مصغر لشعب مصر، فعلا خير معبر عن هذا الشعب، وفعلا هم خير اجناد الارض زي ما قال سيدنا النبي وزي ما قال واكد سيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وزي ما الدكتور خلف الميري فكرنا وقال لما محمد علي حب يبني امبراطوريته اول حاجه فكر فيها
انه يبقى عنده جيش قوي يسنده. فعمل ايه؟ عمل احلال وتبديل، قال مش عايز مماليك، مش عايز اتراك، عايز كل الجيش يبقى مصري. وخلى سليمان باشا فرنساوي يبني ويعمل الكليه الحربيه اللي تخرج ضباط مصريين، وبالجيش ده غزا العالم زي ما الاساتذه ذكروا المواقع الكتيره اللي خاضها، واللي اخرها ابراهيم باشا اللي كان هدد السلطان العثماني في الاستانه لولا انه صرخ واستعان بكل جيوش اوروبا عشان توقف الجيش المصري. عبر التاريخ ومن ايام الهكسوس ومن ايام احمس لغايه النهارده في جميع الحروب وجميع المواقعات وجميع المواقف بيثبت فيها الجيش المصري والقوات المسلحه انهم فعلا خير اجناد الارض. احنا النهارده عايش في وسطينا اكتر زي ما الدكتوره قالت اكتر من 14 15 مليون عربي من ليبيا ومن العراق ومن سوريا ومن السودان، من كل البلاد اللي بتعاني او عانت من ويلات الحرب. طب جم هنا مصر ليه؟ عشان يشتغلوا يعني ويستثمروا ويعيشوا يتفسحوا؟ جم ليه؟ عايزين ايه؟ بيدوروا على ايه؟ ايوه بيدوروا على الامان. طب الامان ده مين اللي جايبه؟ مين اللي صنعه؟ ليه؟ عشان عندك جيش هو رقم 10 في العالم، عشان عندك قوات بحريه هي رقم 6 في العالم، عشان عندك قوات صاعقه رقم 1 في العالم، عشان عندك جندي مصري وضابط مصري رقم 1 في العقيده القتاليه وفي الشجاعه. ناس المتخلفه عقليا، المعتوهه، اللي بتفتي في كل حاجه وبتتكلم على التسليح وليه بنجيب اسلحه واحنا احنا بنحارب. طب ما نحارب بيها. ما يفهمش ان كل حته سلاح بيجيبها الجيش بتوصل رساله لجهه معينه بتمثل خطر لينا. انا عندي طيارات الرافال اللي بتعمل كذا وكذا وكذا، خلي بالك. انا عندي الغواصه اللي بتروح تعمل كذا وكذا وكذا، فانت تخلي بالك. انا عندي حامله الطائرات مسترال اللي بتعمل كذا وكذا وكذا، فخلي بالكم. كل قطعه سلاح بتيجي بعد اجتماع من مجلس اعلى للقوات المسلحه، كل واحد بيقول احتياجاته وبيقول حجم الخطر والتهديد جاي منين وايه اللي بيبقى قوه ردع. احنا بنجيب سلاح عشان ما نحاربش، مش عشان نحارب، عشان الكل ياخد حظه وما يجيش وما يهوبش ناحيتك. فكل واحد بقى يفتي ويقول كلام عبيط وكلام اهبل. تعالوا بقى للنقطه الثانيه عشان برضه دي حاجات من اللي بتغيظني قوي قوي. الناس اللي هي المعارضه واللي هم الحنجريين دول وعايزين حكم مدني، كفايه بقى حكم العسكر. انا عايز بس ارد بسؤال واحد. حتى الرئيس لما قال في مره خلي بالكم انا مش سياسي انا عسكري، هو كان يقصد يقول للناس ان انا ما بعرفش في السياسه؟ لا، كان بيفكرهم بس انه عسكري، يعني معناها انه قبل ما يكون سياسي هو عسكري، يعني جد، يعني ما ياخد كلمه هي هيتعمل، يعني يقصد كلمه بيعنيها، يعني جد، يعني لكن سياسه. انتوا عارفين اي قائد عسكري في مصر بيدرس ايه؟ انتوا فاكرين ان هو صفا وانتباه يعني ورمايه وكده؟ لا، ده كل قادة من القادة العسكريين اللي عندنا دارس استراتيجية أمن قومي وإدارة أزمات وتفاوض وصنع قرار وأساليب تفكير ودراسات مستقبلية وحرب نفسية وعلم نفس. ده ليلة أشياء مش متاحة لأي مدني إنه يدرسها، بالإضافة بقى لأنه مدرب على القيادة وعلى الحزم وعلى الضبط والربط وعلى احترام الميعاد وكل دقيقة ليها ثانية، وإنه يشتغل داخل منظوره. ضيف على ده كله انه عقيدته في الحرب بالنصر او الشهاده، فحامل راسه على كفه علشان يحمي ويدافع عن كل شبر وعن كل حبه رمل في الارض دي. الحاجات دي متوفره عند شوري مع شديد احترامي يعني عند دكتور ومهندس واستاذ جامعه كده، يعني رئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي في ايده قرار الحرب. اي حد يعني وبلد مستهدفه وعايشه في حاله حرب بقالها سنين ولسه هتفضل عايشه في حاله حرب لمده سنين. لا، لازم نفهم بقى ولازم نعرف يعني ايه قائد عسكري، يعني ايه. وبعدين قولا واحدا، وانا شخصيا اللي مسؤول عنه وبيمثلني ما يمثلش حد، من حقكم تتفقوا او تختلفوا معايا. قولا واحدا، محمد نجيب، جمال عبد الناصر، انور السادات، حسني مبارك،
عبد الفتاح السيسي. ممكن اتفق او اختلف مع اي واحد فيهم في كيفيه ادارته للبلاد، له ما له وعليه ما عليه وسيحكم عليه التاريخ، لكني لا اشكك ثانيه واحده في وطنيه وانتماء واخلاص اي واحد فيهم لتراب البلد. ده اللي لازم نفهمه ولازم نعرفه، ولازم كل المشاريع القومية اللي اتعملت وكل الإنجازات اللي حصلت في الست 7 سنين اللي فاتوا واللي كانت عايزة 50 سنة عشان تتعمل، أقسم بالله العظيم كلها أمن قومي في المقام الأول، ولا مشروع منهم كان ينفع يتأجل أو حتى يتلغي قولا واحدا. ولو انا مسكت كل مشروع واحد واقول لكم على الاشياء الغير معلنه كمان من الهدف الرئيسي منها، لا انا عايز ندوه كامله كبيره طويله عريضه عشان اقول ده بالتفصيل، لكنه في النهايه اختصاره انه امن قومي وانه ما كانش ينفع يتلغي ولا يتاجل. وزي ما قالت الدكتوره احنا كنا اللي هي بتعرف لغه الارقام ولغه الاقتصاد، البلد كانت رايحه في حته ثانيه خالص، وكل اللي بيحصل ده محاولات شنكله وعرقله علشان ترجع وعشان تقف. حتى الاصدقاء اللي كانوا بيدعمونا واللي ادونا مليارات من بعد 2011 عشان ننعنش الناس وناكلها ونشربها ونثبت الحكم وبتاع، ما عملش كده، خد المليارات وعمل كل المشاريع والانجازات وراح بالبلد في حته ثانيه. عشان كده راحوا فجاه قافلين الحنفيه، قال لك لا 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 لا، مش مسموح لك انك تبقى رائد في المنطقه وتستعيد امجاد الماضي وتبقى امه ملهاش حل لمصر دي، لا رمانه الميزان وفي ناس كتيره بتنازعك في هذه الرياده وعايزاها ليها هي. فهم مش عايزيننا لا نموت ولا نبقى فوق، عايزيننا نفضل في المنطقه الرمادي كده دي اللي هي لا طعم ولا لون ولا ريحه، انك تفضل ضعيف مديون كده، بس تفضل كده بالطريقه دي. فعشان كده لما لقونا طالعين كده من الحرب اللي حوالينا دي من كل حته، من صندوق النقد الدولي ومن عارف ومن الناس من الاقتصاد ومن كل دول الدنيا، والتحرش العسكري اللي بيحصل شويه في السودان، شويه ليبيا، شويه رفح وغزه، شويه، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان يوقفك، يعرقلك. لكن احنا لازم وباذن الله يا رب، وده يقينا ان الجين المصري ده لا موجود، وساعة المواقف الصعبة بيظهر المعدن الأصيل. افتكروا دايما انه البلد دي بلد عظيمة بجد، وتستاهل ان احنا ندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة، وتستاهل ان احنا نفخر بجنسيتها في البطاقة الشخصية كده او في شهادة الميلاد او في الباسبور، لا تستاهل بجد. وانا يمكن اتكلمت قبل كده في مقولة عن مصر ويمكن موجودة على اليوتيوب عاملة ملايين المشاهدات، وكنت بتكلم فيها من قلبي بقول حقائق 1 زائد 1 يساوي 2، وكمان ربطتها بان الشعب المصري ده لا برضه شعب استثنائي وبكل ما تحمل الكلمه من معنى. وده بقى اللي انا هكرره للمره المليون تاني قدام حضراتكم عشان تعرفوا بالورقه والقلم 1 زائد 1 يساوي 2، ونقعد نكرره كده لاجيالنا وشبابنا عشان يعرفوا قيمه البلد دي وقيمتهم كشعب وبالعقل. لو انا ما بعرفش العب كوره ونزلوني ملعب وقالوا لي وقفوا لي افضل حارس مرمى وقالوا لي هات فيه جون وانا ما اعرفش العب، لكن فتحت صدري وقلت يا سلام ايه يعني بسيطه، رحت حاطط الكوره وبرجلي الشمال رحت قلشت شايطها راحت قلشه وراحت داخله جون. ده معناه ان انا حريف؟ معناه ان انا حريف؟ اكيد لا. امال ايه اللي حصل؟ صدفه او حظ، صح؟ بس تفتكروا لو انا شطت 10 كور من 10 اماكن مختلفه وجبت 10 تجوان ممكن يبقى صدفه او حظ؟ استحاله. ده يبقى معناه ان انا مو صلاح، حريف ابن حريف. طبقوا الكلام ده وقولوا لاولادنا الكلام اللي انا بعيده للمره المليون، طبقوه على البلد دي وانتوا تعرفوا هي عظيمه بجد ومهمه بجد ولا لا. صدفه ان البلد دي دونا عن كل بلاد الدنيا تتذكر في القرآن 5 مرات بشكل صريح و34 مرة تلميح وتصريح؟ صدفة؟ طب صدفة إن البلد دي دونا عن كل بلاد الدنيا تتذكر في التوراة والإنجيل 698